جربنا جهاز بتحط له المكونات يطلع لك عيش جاهز بيخبز اي حاجه تتخيلها من التوست الابيض للحبه الكامله الشوفان وحتى البريوش والكيك والبيتزا. فتعالوا نشوف الجهاز تمام ولا اي كلام. مبدئيا كده الجهاز من تورنيدو وقوته 550 واط، كله بلاستيك من بره، قالب العجن بس هو الستانلس ستيل وكمان مطلي بطبقه غير لاصقه. هتلاقي معاه كل الحاجات اللي محتاجها من الحامل الصغير اللي بترفع بيه القالب لحد المعيار. القالب نفسه هو كمان بيتفك ويتركب، اما الجزء الصغير ده فهو اللي بيقلب المكونات مع بعض. وعموما يعني في الجهاز ده انت ما بتعملش اي حاجه، انت يا دوب بترمي المكونات جواه، تختار البرنامج وتسيبه مع نفسه، واول ما بيخلص بيصفر لك عشان تيجي تاكل. بس قبل ما نبدأ نجرب نخبز فيه مهم نعرفكم على لوحة التشغيل. طبعا دي شاشة ديجيتال بتتحكم في الجهاز منها وفيها 12 برنامج بتختار بينهم. عندك بقى عيش شوفان، عيش ابيض عادي، حبة كاملة، في اوبشن بيخمر العجينة بس، في اوبشن للكيك، اوبشن خبز سريع، وحاجات كتير قوي. انت كمان بتحدد درجة لون تحميص العيش، يعني عايزه محمص قوي ولا نص نص. فالكلام ده عظيم جدا، بس اهم حاجة النتيجة. فقلنا نبدا نجرب في التوست الابيض. عندنا المكونات كالاتي: كوبايه ميه، معلقه صغيره ملح، سكر، 400 جرام دقيق ابيض، و15 جرام زبده، عليهم كمان معلقه صغيره خميره. في الاول بس انت بتضغط 3 ثواني على زرار التشغيل عشان تحدد البرنامج. فاحنا اخترنا البرنامج الاساسي العادي خالص، وده طلع بياخد 3 ساعات و10 دقائق. ضغطنا زرار التشغيل وفي ثواني بدا يقلب المكونات مع بعض. قفلنا بقى الغطا، وبعد تلت ساعه من التقليب المستمر لقينا المكونات بقت عجينه مثاليه كانك عاملها بايدك بالظبط، ملمومه كده ومظبوطه وكل حاجه داخله في بعضها. بعد مرحله التقليب بقى الجهاز بيبدا يدخل في مرحله التخمير، ودي استمرت ساعتين برده كله اوتوماتيك مع نفسه. بعدها لقينا العجينه اتخمرت كويس قوي، والجهاز برده بعد كده بيبدا يسويها من نفسه عشان يطلع لك في الاخر نتيجه حلوه جدا. عيش فريش، مفيش اكتر من كده فريشنس، متخمر كويس قوي، ولا مكبوس ولا معجن، ومستوي كويس جدا من بره ومن القلب، واخد تحميصه حلوه جدا من الاطراف مع سنه القرمشه البسيطه بتاعت العيش التوست اللي بنشتريه من بره، ومن جوه كان قريب من العيش الفين. فبما ان الجهاز نجح في التوست اتحمسنا نجربه مع كيك الشوكولاته. الاول حطينا المكونات السائله في القالب: بيضتين، كوبايه لبن، علبه زبادي صغيره، مع ربع كوبايه زيت، كوبايه سكر، رشه فانيليا. وقبل ما نحط الدقيق شغلنا الجهاز يقلب المكونات السائله الاول، بعدين نزلنا عليهم بالمكونات الجافه: 3 كوبايات دقيق ابيض، 3 معالق صغيرين بيكنج باودر، مع ربع كوبايه كاكاو خام. سيبناهم يتقلبوا تاني كله بقى مع بعضه، واول ما الحاجات كلها اتخلطت ظبطنا الجهاز على اوبشن 12، وده بيخبز لمده ساعه واحده بس. وبالمناسبه في اوبشن اصلا اسمه كيك، بس احنا اكتشفنا ان ده مش لاي نوع كيك، ده للكيك اللي بيخمر بس. المهم يعني الجهاز اشتغل، احلى حاجه فيه انه ما بيعملش صوت خالص، وبعد ساعه بالظبط النتيجه كانت مبهره. كيك مستوي ولا غلطه، هش جدا، مش ناشف مش مكبوس، واخد لون حلو جدا. وحتى برضه لما قطعناه ما لقيناهوش مفرول من جوه. اما الطعم بقى فكيك بيتي طري وبيدوب في البق لدرجه اننا كنا بنتخانق عليه. وبما ان معظمنا ما بيحبش العيش البني، فهل لو عملناه في الجهاز ده هيطلع حلو ولا لا؟ في الاول حطينا كوبايتين ميه مع 3 ارباع كوبايه زبده سايحه، 4 كوبايات دقيق حبه كامله، مع معلقتين خميره كبار ومعلقه صغيره ملح. ركبنا القالب في الجهاز، ظبطناه على اوبشن الحبه الكامله، وده اكتشفنا انه بياخد 4 ساعات تقريبا، التقليب بالتخمير بالتسويه بكل حاجه. وده كان شكله النهائي في الاخر. اول حاجه لاحظناها ان هو اتحمص من الاطراف زياده حبتين، بس الفراغات اللي انتم شايفينها دي معناه ان درجه التخمير كانت مثاليه. قوامه كمان كان مظبوط جدا. اما الطعم بقى فكان فيه حاجتين مهمين: عارف انت لما تاكل توست بني تحس كده ان هو تقيل بيملى البق وبيشبع؟ ده بالظبط كان كده، مش شبه الانواع الجاهزه اللي هي بتحسها فاضيه دي من جوه او مدهونه لون مش عيش بني بجد. اما الميزه التانيه بقى هو ان طعمه حلو جدا وفي نفس الوقت صحي. وطبعا ما كانش ينفع نتكلم عن الصحي من غير ما نجرب العيش بالشوفان. خلطنا كوبايه وربع لبن دافيين، معاهم معلقتين كبار زبده، كوبايه ونص دقيق عادي مع كوبايه واحده دقيق شوفان، وبعدين حطينا معلقتين صغيرين سكر بني، معلقه صغيره ملح، 3 ارباع كوبايه حبوب شوفان، واخر حاجه ضفناها معلقتين صغيرين خميره، ودي بتدي شكل حلو في الاخر. المهم سيبناهم يتقلبوا في الجهاز ربع ساعه، بعدين اخترنا اوبشن العيش العادي عشان نوصل في الاخر لعيش شوفان متحمص حلو جدا من بره، من جوه مستوي كويس قوي، طعمه حلو بيشبع، واهم حاجه انه معمول في البيت فانت ضامن مكوناته كويس قوي. نيجي بقى لسؤال مهم جدا: الجهاز فيه اوبشن تخمير لوحده من غير خبز، فهل بعد كل التجارب الناجحه دي لو استخدمنا الجهاز في تخمير البيتزا هيفرق ولا لا؟ وعشان نجاوب على السؤال ده مهم تعرف ان البيتزا في الطبيعي بتحتاج من ساعتين لثلاثه تخمير، والمفروض ان الجهاز بينجز لك الخطوه دي في ساعه ونص بس، وده لانه بيعمل درجه حراره دافيه مناسبه للتخمير. فبدانا نجرب عشان نعرف نحكم. حطينا مكونات البيتزا عادي خالص، بعدين شغلنا الجهاز عشان يقلبهم ودوسنا على اوبشن التخمير، واكتشفنا هنا حاجه مهمه قوي، وهي ان فتره التخمير في الجهاز بتتاثر بدرجه حراره الاوضه. يعني كل ما كانت الاوضه دافيه اكتر كل ما التخمير كان مظبوط احسن. المهم يعني ان عجينه البيتزا اتخمرت كويس قوي في وقت اقل بكتير من العادي من غير مجهود. وطبعا عشان نتاكد من الطعم كملنا التجربه للاخر، سوينا البيتزا في الفرن 10 دقائق بالظبط، كانت استوت وطلعت بالشكل والقوام المظبوط ده.
لو هنلخص التجربة كلها فالجهاز ده سعره 4500 جنيه، ذكي عملي جدا بصراحة، هيخليك تضمن انك تاكل اي حاجة بتتخبز بجودة مضمونة جدا من غير تقليب ولا خطوات ولا اي حاجة. هيساعدك تعمل حاجات صحية اكتر، خصوصا للناس اللي عندها مشكلة مع اضافات السكر والمواد الحافظة والزيت، فهو مناسب للي بيعملوا دايت ومناسب كمان للي عندهم حساسية، وطبعا استخدامه في منتهى السهولة، عشان كده دخلناه قائمة تمام. لو عجبتكم الحلقة اعملوا لها لايك وشير، وقولوا لنا في الكومنتات عايزين نجرب ايه تاني الحلقات الجاية.